عليه، وبارك الله في جمعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. استمرارا أيها الأحباب لهذه النفحة المحمدية وهذا العطاء المحمدي ندعو مباشرة فضيلة الأستاذ جلال قويدري كلمة بالمناسبة، فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله تعظيما وإجلالا، ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا، وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية ومصباح الرحمة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العالية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب هذا الكلام. وبعد، سيدي صاحب السماحة والفضيلة شيخ هذه الزاوية العلمية النورانية الهبرية المدرارة من كل فضل وخير زخارة، حاج الحرمين وسلالة سيد الثقلين سيدي محمد بن القايد نور الدين، حفظه الله ورعاه وجعله مفتاح خير وذخر قوم وينبوع بهذه الربوع. السادة العلماء النبلاء والأئمة الفضلاء والفقراء الأصفياء وطلبة الزاوية النجباء وجميع الضيوف من كل الطيوف، السلام عليكم مع الرحمة والبركة في كل سكون وحركة. إخوتي الأحبة في ذات الله العلي وسادة الأجلة، أهل المدد القوي وأهل المحبة والصفاء اللدني، في هذا المقام الطاهر المعمور والمحفل الباهر المحفوف بالنور، نقف وقوف الخاشعين الأبرار ونستمطر سحائب الأسرار، ونذكر مناقب شيخنا العارف الرباني والقطب الغوث الصمداني سيدي محمد بن القايد، نفعنا الله ببركاته الندية وأفاض علينا من نفحاته العلية، رضي الله عنه وأرضاه وقدس في عليين سره وطيب ثراه. هو ابن العطرة النبوية الزكية، أصله راسخ في الشرف والمجد، وفرعه سامي إلى عليين بغير حد، سرت في عروقه أنوار النبوة والإسعاد، وفاضت على لسانه حكم الإرشاد والرشاد، فكانت حياته صفاء كالغمام وجهادا واحتضانا في محارب الصيام والقيام. أفنى عمره في مرضاة القدير ونذر نفسه لنصرة الشرع المنير، فكان للقاصدين
حصنا وإماما، وللمريدين طريقا ومقاما، وللطريقة الهبرية النورانية غوثا شامخا هماما. أسس للعباد منهجا قويما مسلوكا وغرس في القلوب حبا للمولى مملوكا، فأضاءت بطريقته أقطار وقلوب، وأثمرت تربيته علماء وشعوب، تتلمذ على يده جهابذة الفقهاء، وأخذوا عنه العهد بالصدق الوفاء، فأتوا إلى زاويته زرافات ووحدانا من الانفجاج، يطلبون من معينه العذب صفاء المزاج، كالشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي رحمه الله الرحيم، وأمثاله ممن سلكوا صراط الهدى المستقيم. فله أسرار مكنونة لا يعرفها إلا خاصة أهل العرفان، توحي بالحكمة والتصوف الحقيقي النقي من الأدران. عاش بين ذكر وتسبيح وتحميد وتلاوة لكتاب ربه المجيد، باكيا ساجدا في محارب الافتقار والخشوع، فكان مصداقا لمن تباهى بهم المولى في سماء الرجوع، حيث يظلهم الله في ظل عرشه البهي، يوم لا ظل إلا ظله السني العلي. وها هي الجموع التي تزخر بها الأعوام، تأتي من كل صوب وفج لتجديد المقام، ساعية حثيثا بالركبان والأقدام، كأنهم في حج مبرور يقصدون ولنور الطريقة الهبرية يؤمون، ليواصلوا الدرب الذي رسمه الشيخ الكبير رحمه الله رحمة لا تزول ولا تحور، وجعل الفردوس مأواه السعيد، وبلغه الرضوان المزيد. وبعد أن مضى إلى جوار ربه الكريم، قاد سفينة النجاة بالمنهج القويم، نجله البار المرحوم برحمة الله القيوم، سيدي محمد عبد اللطيف سليل المصطفى رضي الله عنه، وجعله للخير منبعا وشفاء، فحمل مشعل الوفاء بأمانة وأداء، ورفع للطريقة لواء الارتقاء في السماء، فببركة أبيه جدد المسيرة الناظرة، وازدهرت به هذه الزاوية القرآنية العالمية العامرة، فأقام معهدا سنيا على نفقته وبذله، ابتقاء وجه الله ورفعة أهله، لتعليم الناشئ كتاب الله والمتون، فتخرج على يديه علماء صادقون وأئمة هادون للحق يعدلون. ولم تقف مكارمه عند هذا الحد الرحيب، بل سار إلى مقام شريف قريب، فرسم الدروس المحمدية في كل عام طهور في شهر الصيام والأنوار والحبور، حيث يفد إلى الزاوية علماء الأمة الأماجد وفقهاء الإسلام من كل المساجد، ليجلسوا على كرسي الإفادة والإلقاء، ناشرين حكمة وعلما وضياء، ويختار لهم شيخنا في كل حول عنوانا يتجدد يسير به الركب ويسعد، ناهيك عن فتحه لزوايا هي للهدى حصون منيعة، كالصرح العالمي الكبير بعاصمة الشريعة، ذلك الذي شيده سيدي محمد عبد اللطيف في تقصراين الغراء، معهد شامخ البنيان يضاهي السماء، لا ينحني لكبريات الصروح بأرض الوجود، فهذا للجزائر فخار وللطريقة عز ممدود. فنرجو من الله أن يحذو حذوه المقتدون الشادون، وأن يتسابق في ميادين الإحسان السالكون، وأن ينفعنا ببركة الشيخ الراحل وسره المصون، ويجعله في أعلى جنان الفردوس مع النبيين والمقربين، وأن يجعل كل من بثه من العلوم والهداية في ميزان حسناته العاطرة الزاكية. كما نسأل جل جلاله أن يحفظ لنا سيدنا وشيخنا سيدي محمد نور الدين شيخ الزاوية الحالي وحامل لواء الحق المبين،
وأن يعينه على أداء هذه الرسالة النبوية العلية، فهو سندنا في الدنيا وفي البرزخ والقيامة القوية. وأن يجعل رضا جده وأبيه له كساء ورداء أينما حل وارتحل. وأن يحفظ رفيق دربه أخاه عبد الرحمن صاحب الهمة والوفاء، وأخاه سيدي عبد السلام في كل صباح ومساء، وأخاه الحاج سيدي أحمد حفظه الله من كل بلاء. وأن يحفظ أعمامه الكرام أهل الفضل والثناء وجميع خدام هذا المقام المشرق البهي الذي يفتخر به كل سالك جزائري أبي، وإن تبتهج بأنواره البلاد والعباد. اللهم احفظ طلبة هذه الزاوية واجعلهم أهل علم وعمل وهدى وأمل، وورثة نور المشايخ وحملة آثارهم في القلوب والعمل، واجعل علمهم في صحائف سيدنا الشيخ محمد عبد اللطيف نورا وذخرا وبرا وفخرا، واجعلهم امتدادا نور سيدنا محمد بن القايد وورثة مسلكه الراشد وحملة عهده الخالد. اللهم اجعلهم للدين نصرا وللحق فخرا وللمشايخ برا ووفاء، واختم لنا ولهم بالرضاء والصفاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. اسمحوا لي. مولاي صل وسلم دائما أبدا